ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة إن شاء الله هنعرف محفظة البنك الأهلي المصري. لو حد تحول له فلوس مثلا، تحول له مبلغ، بيتحول إزاي، والعمولة اللي بياخدها البنك على المبلغ. اول حاجه الراجل اللي بيجي مثلا عايز يحول فلوس لمحفظه البنك الاهلي، بينزل التطبيق بتاع فودا فون كاش. البنك الاهلي المصري فون كاش، بينزله من جوجل بلاي. وبعدين بعد كده هو بيدخل الرقم بتاعه اللي هو مثلا كان في الفرع، بيروح يتوجه للفرع البنك، اي فرع من فروع البنك الاهلي، مش شرط الفرع اللي هو يعني كان فتح فيه حساب، اي فرع من فروع البنك الاهلي بيتوجه له بالبطاقة الرقم القومي بتاعه. وهناك بيقول لهم، بيروح لخدمة العملاء ويقول لهم عايز افتح محفظة على الرقم ده. طبعا هو ما ينفعش الرقم الموبايل يبقى عليه اكتر من محفظة، يعني بمعنى ان ما ينفعش يحط محفظة على نفس الرقم، محفظة بنك اهلي، محفظة فودافون كاش، محفظة اورنج، ما ينفعش. هو النظام السيستم موحد، النظام الالكتروني ما بيقبلش. هي بتبقى على الرقم الواحد عليه محفظة واحدة بس تربط عليه. فلو الرقم ده معلوش اي محفظة قبل كده، الرقم معلوش اي محفظة الكترونية، فبيتوجه بالرقم ده وبيروح لأي فرع من فروع البنك الأهلي وخدمة العملاء، ومعاه الرقم القومي، بيربط عليه المحفظة الإلكترونية للبنك الأهلي. نفس الكلام لو عايز يربط عليه محفظة لفودافون كاش، لوي، لأورنج، بيتوجه لفرع أورنج بالرقم القومي برضو، وبيربط المحفظة على الرقم ده. بعد كده هو بيقول لهم انا مثلا، لو هو بقى في البنك الاهلي، بيقول لهم انا ليا مثلا كارت ائتمان في البنك الاهلي، او ليا مثلا بطاقة خصم مباشر في البنك الاهلي، فعايز اربط المحفظة على الاتنين، او على كارت الخصم بس، او على كارت الائتمان. المحفظة بتبقى رصيدها صفر. ما بيجي بقى بيشحن المحفظة، بيختار هو هيشحنها من كارت الائتمان او بطاقة الخصم المباشر اللي هو الديبت كارد او الكريدت كارد. هو اللي بيختار وبيشحن المحفظة بالرصيد اللي هو عايزه. لازم يشحن الرصيد. لو هو هيحول مبلغ 4000 جنيه، لازم يحط في اعتباره ان هو يشحن المحفظة بمبلغ اكبر من 4000 جنيه، علشان البنك بياخد عمولة حوالي نص في المية من الراجل اللي هيحول فلوس. بياخد نص في المية عمولة لحد أدنى 2 جنيه. نيجي بقى للراجل اللي هيستلم الفلوس، اللي اتحولت له الفلوس. دلوقتي اتحولت الفلوس على محفظة البنك الأهلي. أنا مثلا عندي محفظة بنك أهلي وتحول لي من فودافون كاش، حد حول لي من محفظة فودافون كاش إلى محفظتي في البنك الأهلي. بنزل أروح على ال ATM، أي مكنة ATM، وبروح أختار الخدمات اللي هي بدون كارت، خدمات بدون بطاقة. وبختار بعد كده هو ايه اللي هو السحب من المحفظة الإلكترونية، وبدخل الرقم اللي أنا عليه المحفظة بتاعتي، بكتب رقم الموبايل اللي عليه المحفظة بتاعتي. في الحالة دي بيجيلي رقم على المحفظة بتاعتي اللي على الموبايل، بيجيلي رقم سري. باخد الرقم السري ده وأكتبه على مكنة ال ATM، وبعدين بيقول لي ادخل المبلغ المراد سحبه. هنا بقى البنك الأهلي بياخد عمولة 1% على المبلغ. البنك الأهلي بياخد عمولة 1% على المبلغ، يعني اللي هيسحب من ال ATM البنك الأهلي بياخد عمولة 1%. 1% من المبلغ بحد أدنى 2 جنيه. يبقى اللي هيسحب البنك الأهلي بياخد عمولة 1% من المبلغ بحد أدنى 2 جنيه. فبيطلع له المبلغ. لو أنا هسحب 4000 جنيه، لازم يكون في رصيد المحفظة 4040 جنيه على الأقل عشان يطلع لي 4000 جنيه كاملين. لو مفيش في رصيد المحفظة إلا 4000 جنيه اللي هسحبهم، هترفض المحفظة ومش هتطلع المبلغ. يبقى في الحالة دي لازم أختار مبلغ 3660 جنيه، أحسب 1% على المبلغ اللي أنا هسحبه، ولازم أختار أقل منه عشان البنك ياخد العمولة بتاعته من رصيد المحفظة. يعني البنك بياخد العمولة من رصيد المحفظة. فأنا تحول لي مبلغ مثلا 4000 جنيه، عايز أسحبهم، لأ مش هيطلع المبلغ. لازم المبلغ يكون 4040 جنيه متحول لي عشان يطلع لي 4000 جنيه أقدر أخدهم في إيدي 4000 جنيه، والبنك ياخد العمولة 40 جنيه بتاعته من رصيد المحفظة. لازم رصيد المحفظة يكون يغطي العمولة بتاعة البنك. البنك بياخد العمولة بتاعته من رصيد المحفظة.
وبيطلع لي 4000 جنيه، والبنك بياخد 40 جنيه عمولة. دي كده كانت فكرة بسيطة عن المحفظة الإلكترونية، العمولة بتاعت السحب على المبلغ وعمولة التحويل.